هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 13 من نوفمبر. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول الدور الإريتري في الحرب الإثيوبية التي تجري حاليا في إقليم تيغراي الشمالي، والمكاسب التي يمكن أن يحققها نظام أسمرة من جراء تورطه في هذه الحرب والدوافع التي تقف وراء تأجيجها. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. حاكم إقليم تيغراي يتهم إريتريا بشن هجوم واسع على منطقة بادمي. وفد إريتري رفيع المستوى يصل إلى الخرطوم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في تيغراي. المستمعين والمستمعات الكرام، كانت تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. في بث تلفزيوني لحاكم إقليم تيغراي دبرتشين والدمكيل، قال بأن قوات الجيش الإريتري قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة الحمر الحدودية، وأن قواتها اشتبكت في معارك عنيفة مع جيش تيغراي في منطقة بادمي. من ناحيتها قالت الحكومة الإريترية في تصريح لها بأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن إريتريا لا تتدخل في الحرب الدائرة في إثيوبيا باعتبارها شأنا داخليا لذلك البلد. وكان ناشطون إريتريون موالون للحكومة الإريترية قد تبادلوا التهاني بمناسبة عودة بادمي لسيادة الإريترية. مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. ذكر وزير الإعلام يماني جبر مسقل بأن وفدا برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح ومستشار الرئيس يماني جبر أب وصل إلى الخرطوم، واجتمع إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وسلمه رسالة خطية من الرئيس سياس أفورقي. واجتمع الوفد كذلك إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. ولم يفصح الجانبان حول تفاصيل الرسالة التي بعثها الرئيس الإريتري لنظيره السوداني. وتأتي زيارة الوفد الإريتري إلى الخرطوم في ظل الحرب التي تشهدها إثيوبيا حاليا، ونزوح الألوف من اللاجئين من الحرب إلى ولايات السودان الشرقية، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء استراتيجيون سودانيون بأن الحرب الدائرة حاليا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار وأمن السودان، والذي يعاني من الخلخلة وانعدام الأمن أساسا في ولاياته الشرقية. أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في موقعها على شبكة الإنترنت عن قلقها العميق حول أوضاع 95 ألف لاجئ إريتري يعيشون في تيغراي، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات والمواصلات في الإقليم مع تزايد وتيرة الحرب بين الجيش الحكومي وجيش قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. في نفس الوقت أشارت المفوضية إلى أنها استقبلت حوالي 7,000 لاجئ من الحرب الأخيرة في منطقة اللقدي في ولاية القضارف وحمدايت في ولاية كسلا. وقالت بأنها تعمل مع السلطات السودانية بغرض توفير الاحتياجات الضرورية للفارين من الحرب، وأن أغلب هؤلاء النازحين هم من الأطفال والنساء وكبار السن. وأشار ممثل المفوضية في مكتب خشم القربة محمد نصري بأن المفوضية سوف توفر طائرات وناقلات برية لنقل اللاجئين من القرية 8 وحمدايت ونقلهم إلى معسكر راكوبا في القضارف، والذي سمحت الولاية بفتحه. الجدير بالذكر بأن المنظمة صرحت في بيان سابق لها بأنها تتوقع وصول حوالي 9 ملايين لاجئ جراء الحرب الحالية في الإقليم إلى ولايات السودان الشرقية. أعلنت
منظمة أطباء بلا حدود والمتخصصة في تقديم العون الطبي حول العالم بأن الحرب الأخيرة في إثيوبيا تتسبب في خسائر بشرية كبيرة. وقالت المنظمة بأنها قامت وخلال يوم واحد بتقديم الرعاية الطبية لحوالي 60 مصابا من قوات الجيش الحكومي في الحدود بين إقليم تيغراي والأمهرة. من ناحية أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مصدر طبي بأن عياداته في تيغراي قدمت العلاج لحوالي 100 من الجرحى في المعارك الأخيرة. وبينما تنقطع الأخبار من جانب حكومة تيغراي، فإن الحكومة الإثيوبية من جانبها لا تفصح عن أرقام الجرحى والقتلى في المعارك التي تدور هناك. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. حاكم إقليم تيغراي يتهم إريتريا بشن هجوم واسع على منطقة بادمي. وفد إريتري رفيع المستوى يصل إلى الخرطوم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في تيغراي. أخيرا، منظمة أطباء بلا حدود تشير إلى خسائر بشرية كبيرة في الحرب الإثيوبية. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا وبرنامج تعليق على الحدث. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، متابعي برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم، ونخصصها لتناول أحد جوانب الحرب الإثيوبية التي يشنها الجيش الحكومي ضد حكومة إقليم تيغراي، واتهام الأخيرة لإريتريا بدخول الحرب عبر جبهة بادمي. ونحاول الإجابة على سؤال: هل دخلت إريتريا الحرب ضد تيغراي؟ متابعة طيبة أرجوها لكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ونبدأ مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام حلقتنا لهذا اليوم بالخبر الذي أوردناه في صدر نشرتنا الإخبارية، وهو اتهام دبرتسين والدمكيالي حاكم إقليم تيغراي في تسجيل للشعب الإثيوبي يتهم فيه الحكومة الإريترية بفتح حرب واسعة ضد تيغراي، وصفها بالخيانة الثانية، حيث قال بأن الجيش الإريتري قصف مدينة الحمرة بالأسلحة الثقيلة، وأن قوات من تيغراي اشتبكت مع الجيش الإريتري في منطقة بادمي. ولم يتسنى تأكيد هذا الخبر من جهة ثالثة. الحكومة الإريترية بدورها رفضت الاتهامات، وقالت بأن قواتها لم تتدخل في الحرب الدائرة في إثيوبيا لأنها شأن داخلي إثيوبي. هذه إذاعة إرنا. حتى لا نستعجل في إطلاق الأحكام والآراء، دعونا نقول أولا بأنه في الحرب التي اندلعت في عام 1989 حتى سنة 2000 وانتهت باتفاقية الجزائر، صورت الحكومة الإريترية بقيادة إسياس أفورقي زمرة الوياني على حد قولها كالعدو الأول للشعب الإريتري. وحتى انقضاء الحرب وتوقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في يوليو 2018 بين أبي أحمد وإسياس أفورقي، كنا طول الوقت وفيما بعد نسمع بأن زمرة وياني هي عدو الشعب الإريتري الأول، وأن قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أي الوياني استخدمت موارد إثيوبيا كلها من أجل تركيع إريتريا. وفي عام 2000 طالبت مجموعة من أبناء هذا الوطن من العسكريين والمسؤولين الكبار في الحكومة حينها بالسلام مع إثيوبيا، وتم اتهامهم جميعا بتهمة الخيانة الوطنية العظمى. وهؤلاء هم مجموعة 15، وهي نفس المجموعة التي تقبع وراء القضبان اليوم، ومنهم من مضى إلى رحاب الله. إذن العدو الأول بالنسبة إلى إريتريا خلال فترة 20 سنة الماضية كانت هي زمرة الوياني. السؤال هو: إذا أتيحت الفرصة لإريتريا للقضاء على هذه المجموعة، فهل تتردد وتقول بأن ذلك شأن إثيوبي؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. للإجابة على هذا السؤال
نعيد ما قرره إسياس أفورقي بلسانه وما يردده المسؤولون في الحكومة الإريترية وآخرهم وزير الإعلام يماني قبر مسقل، وهي جملة أصبحت على لسان المسؤولين الإريتريين والأطفال في إريتريا، وهي جملة انتهت اللعبة، وهم يكررونها باللغة الإنجليزية ويعني Game Over. إسياس والحكومة التابعة لهم يعرفون بأن اللعبة انتهت بعد انتخاب أبي أحمد لرئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل من عام 2018، واستطاع أبي أحمد تحييد هذه المجموعة التي حكمت إثيوبيا لمدة 20 عاما، وكان حكمها لإثيوبيا مليء بالأخطاء والدماء. نعم، زمرة الوياني لم تكن مبرأة من العيوب، بل على العكس، فترة حكمها لإثيوبيا كانت فترة ازدهرت فيها الكراهية بين القوميات الإثيوبية، وظهر الاستعلاء التجراوي والسيطرة على الحكم ومقاليده. والآن عندما دارت عليهم الدوائر لم يجدوا متعاطفا معهم في إثيوبيا، وحكم تجراي لإثيوبيا كان حكما يمكن أن يسأل منه الإثيوبيين وليس الإريتريين. واستغلت أسمر هذه الفرصة التاريخية لترسم لأبي أحمد خريطة تضييق الخناق على زمرة الوياني حسب قولهم حتى الوصول إلى الحرب الحالية. نعم، لإسياس أفورقي مصلحة كبرى في تدمير إثيوبيا كلها والبدء بإقليم تجراي، ووجد في أبي أحمد الوسيلة المناسبة لتحقيق هدفه، ومخطئ من يظن غير ذلك. والدلالة هي ما الذي دفع إسياس أفورقي لزيارة إثيوبيا في أكتوبر الماضي في ظل تزايد الموجة الثانية من وباء كورونا؟ نشاط الأمن الإريتري ومسؤوليه في أديس أبابا والتنسيق الأمني العالي هو الإجابة، وما نراه على الأرض اليوم هو الدليل على هذه الإجابة. هذه إذاعة إرنا. هل قام الجيش الإريتري باستعادة بادمي فعلا؟ الأطفال في إريتريا ناهيك عن الكبار يعلمون بأن بادمي محتلة من قبل الجيش الإثيوبي، ولكن الواعون يعرفون بأن من يعترض على عودة بادمي للسيادة الإريترية هم حكام تجراي، وهذه حقيقة، وهم ظلوا على هذا الموقف لعدة أسباب سياسية واستراتيجية. فمن الناحية السياسية كانوا يريدون إذلال إريتريا بالاحتفاظ بقطعة منها تحت الاحتلال، ثم كان هناك الخوف من قيام الجيش الإريتري باستعمال منطقة بادمي كقاعدة انطلاق لشن الحرب على تجراي. وعندما وقع أبي أحمد السلام مع إريتريا لم يكن لديه مانع من عودة بادمي إلى السيادة الإريترية، ولكن قادة تجراي كانوا هم الذين يضعون فيتو على عودة بادمي إلى السيادة الإريترية. واليوم عندما يجد إسياس أفورقي أن هذه الزمرة أرخت قبضتها على بادمي، هل سيقف متفرجا؟ الإجابة حتما هي لا. إن زمرة وياني تواجه اليوم أصعب موقف في تاريخها، فهي أولا محاصرة اقتصاديا بسبب تغيير العملة وإقفال البنوك وإحكام الإغلاق عليها من الشمال والشرق وقطع الاتصالات والمواصلات، وأخيرا شن الحرب عليها. كل هذه العوامل تجعل الهم الأكبر لقادة وياني هو البقاء على قيد الحياة، ولا تستطيع الدفاع عن بادمي أو أي منطقة أخرى، وهذه هي الفرصة الذهبية لإريتريا لاستعادة بادمي، وإلا فلن تستعيدها إلى الأبد. وعليه فإن المنطق يقول بأن لإريتريا مصلحة كبرى في تحريك جيشها اليوم لاستعادة بادمي وكل الأراضي المحتلة التي ضمنتها لها اتفاقية ترسيم الحدود، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لن يكون لديه مانع قانوني أو سياسي من استعادة إريتريا لبادمي أو الأراضي الأخرى. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إن عودة بادمي للسيادة الإريترية سوف تحسب انتصارا شخصيا لديكتاتور إريتريا، وليس انتصارا للشعب الإريتري ونضاله والشهداء الذين سقطوا وهم يدافعون عن سيادة إريتريا. وهل ستكون هي النقطة التي سيتوقف عندها الجيش الإريتري، أم أن روح الانتقام والتشفي هي التي سوف تسود؟ ليس لنا مصلحة في الدفاع عن حكام تجراي، فهم شريك كبير في مآسي إريتريا وإثيوبيا، ولكن السؤال الذي يجب أن يجيب عليه كل إريتري هو إن إسياس أفورقي
استخدم تيغراي وحكامها كبعبع يخيف به الشعب الإريتري لمدة 20 عاما متواصلة. واليوم إذا سقط حكام تيغراي فمن هو العدو القادم لإسياس أفورقي؟ علما بأن إسياس أفورقي لا يستطيع أن يحكم إريتريا ولو ليوم واحد إذا لم يصطنع حربا وعدوا هنا أو هناك. هذه إذاعة إرنا. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام هذه حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول دور إريتريا في الحرب الإثيوبية الجارية الآن ومكاسب ديكتاتور إريتريا منها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، ولمن فاتهم متابعة نشرتنا الإخبارية نقدم لكم موجزا لأهم ما ورد فيها. حاكم إقليم تيغراي يتهم إريتريا بشن هجوم واسع على منطقة بادمي. في بث تلفزيوني لحاكم إقليم تيغراي دبرتسين والدميكائيل قال بأن قوات الجيش الإريتري قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة الحمر الحدودية، وأن قواتها اشتبكت في معارك عنيفة مع جيش تيغراي في منطقة بادمي. من ناحيتها قالت الحكومة الإريترية في تصريح لها بأن الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، وأن إريتريا لا تتدخل في الحرب الدائرة في إثيوبيا باعتبارها شأنا إثيوبيا داخليا. وفد إريتري رفيع يصل إلى الخرطوم. ذكر وزير الإعلام يماني جبر مسقال بأن وفدا برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح ومستشار الرئيس يماني جبر أب وصل إلى الخرطوم واجتمع إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان وسلمه رسالة خطية من الرئيس إسياس أفورقي. واجتمع الوفد كذلك إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. ولم يصح الجانبان حول تفاصيل الرسالة التي بعثها الرئيس الإريتري لنظيره السوداني. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها حول أوضاع اللاجئين الإريتريين في تيغراي. أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في موقعها على شبكة الإنترنت عن قلقها العميق حول أوضاع 95,000 لاجئ إريتري يعيشون في تيغراي، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات والمواصلات في الإقليم مع تزايد وتيرة الحرب بين الجيش الحكومي وجيش قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. منظمة أطباء بلا حدود تشير إلى خسائر بشرية كبيرة في الحرب الإثيوبية. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود والمتخصصة في تقديم العون الطبي حول العالم بأن الحرب الأخيرة في إثيوبيا تتسبب في خسائر بشرية كبيرة. وقالت المنظمة بأنها قامت وخلال يوم واحد بتقديم الرعاية الطبية لحوالي 60 مصابا من قوات الجيش الحكومي في الحدود بين إقليم تيغراي والأمهار. من ناحية أخرى قالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مصدر طبي في تيغراي بأن عيادته قدمت العلاج لحوالي 100 من الجرحى في المعارك الأخيرة. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم تحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستديوهات الرئيسية لإذاعتنا من باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.